بديت كنتعلم نقرا وسميتو. البحث ديالي ملي بديت كنبحث فيه انني غنبحث على شي اعشاب اللي غريبه، نبحث على الاعشاب اللي خدامه بها الغرب ما خداماش بها المغرب. تما بدا الله سبحانه وتعالى كينبهني انني نعالج بعشبه وحده، يعني كل مرض عشبه وحده. فين غنكتشف الغرب كله انه كله كيعالج بنبته وحده وحنا كنعالجوا بالخلطات. فكرت انني نتخلى على الخلطه ونعالج بنبته وحده. بديت كنفكر انني نعالج بنبته وحده، بقيت غادي بحال هكا كنبحث، قلت يا ربي وفقني نلقى شي حاجه اللي غريبه، ولا كنت يا ربي يعني كتحب باغيني وباغي لي الخير، اعطيني شي حاجه ما لامسهاش البشر. لقيتي شي حاجه ما لامسهاش البشر؟ هي هذه اللي غادي نوريكم دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم، وغنكمل لكم القصه ديالها. بديت داخل وانا ندير عشبه تتهضر، يعني في البي انا ما قاريش ولكن عارف بي سي دي هذه. بديت كندخل تندير جوجل، بديت كنترجم، بديت تنشد البي سي بوحدي، كنبقى معاه 6 سوايع 8 سوايع باش نفهم. خسرت واحد وشريت واحد اخر، المهم كافحت حتى هذيك البنت كانت كتوريني لانها قاريه اللغات، بدات كتفهمني ها كيفاش دير، ها كيفاش هذه، ها كيفاش، حتى بديت كنفهم. لما بديت كنفهم بديت كنتخلى عليا ونعتمد تعول على راسك، يعني راسي هو اللي غينفعني. غدا هاد السيده تموت انا كيفاش غنبحث؟ بقيت كنبحث، درت نبته كتهضر، نبته كتهضر جاتني في الدماغ ديالي. لما درت نبته كتهضر كتخرج لي الصوره ديالها على شكل انسان. تخلعت، يعني فين غنلقاها؟ هنا غادي نرجع للطفوله ديالي. الطفوله ديالي كنتذكر فين شفت هذيك النبته، يعني الورق ديالها. غندخل غنلقى بان دايرين عليها افلام، منها فيلم هاري بوتر، مديور عليها مسرحيات، يعني اللي دايره ضجه في العالم، وما لقاوهاش على شكل انسان. يعني لحد الساعه امريكا ما لقاتش النبته على شكل انسان اللي لقيتها كتسوى 1000 درهم للغرام، اللي كتحل عده مشاكل، ومنها انا كتعالجت منها وتنعالج منها الناس اللي جوج كابسولات كيحلوا لنا عده مشاكل. المهم هذيك النبته بديت مشيت للجبل، هزيت ولادي ومشيت للجبل كنحفر عليها، بغيت نحفر عليها تهرست لي الفاس الاول. طلبت واحد الناس اللي تما، انت عرفتيها كاينه في البلاصه فين؟ عرفتها فين كاينه لان انا عشت قلت لك الطفوله ديالي مع الاعشاب. تما رجعت للذكرى اللي كنت انا قديم فيها، اللي انا دوزتها في الصغر ديالي. بديت كنحفر، تهرسات ليا، وانا كنتصل بديك البنت اللي هي خدامه معايا كتقول لي عندك تحفر اكثر من القياس، عندك هذه كتنباني، راه الا لقيتها على شكل انسان غتغوت، وهذه النبته تغوت، الا غوتات كتقتل كل من كيسمعها. لان نبته غريبه سبحان الله. عندك تغوت لينا؟ لا ما غاديش تغوت. وجيت لفحالي وخليت هذوك الناس اللي انا درت معاهم اتصال اللي في الجبل، طلبت منهم ضيف الله ودخلوني، وانا نسولهم قلت لهم هذه النبته هذه بالسميه ديالها اللي ما غوش السميه ديالها اللي المغربيه، قلت لهم علاش كتخدم؟ قالوا لي علاش كتخدم وعلاش كتخدم وعلاش كتخدم؟ العافيه، كتخدم الاعصاب، كتخدم الناس كيولدوا بها. وانا نقول لهم جبت هذوك المعلومات اللي عندهم لقيتهم نفس طبق المعلومات اللي قالت امريكا وقالت الغرب. هنا عرفت راسي بانني غادي صح. خليتهم يحفروا عليها، دازت واحد 3 ايام وما يعيطوا عليا بانهم جبدوها على هذا الشكل. هذا هو هذا الاول، هذا هما جوج، هذا هو الاول اللي جبت، هو هذا. هذه هي النبته اللي سميتها موندراغورا. هي موندراغورا، ماندراغورا. هذه النبته هي اللي جبت الاولى، اللي قاسيت باش جبتها حتى حيد الجلده ديال اليد ديالي بالصهد، كانت الحراره وكانت سميتو وواحد. دابا هذه اللي جبتيها غوتات؟ لا، لان كتغوت الا جبتيها على شكل انسان كامل، يعني يكون عندها الراس واليدين والعينين وكل شيء. دابا انا جبت الجزء التحتاني وجبت الجزء الفوقاني، دابا كنحاول انني باش نغامر ونجبد الجزء الاخر، نجبدها كامله ان شاء الله الرحمن الرحيم. وعندي الاماكن اللي كاينه فيها، غير الظروف دابا ما مساعدانيش انني كنبحث ونوفر القوت للوليدات، ما عندي يعني ما في حاليش. شكرا لك بزاف زين الدين.